كلنا في الفانتسي اتخزوقنا في الجولة ال20. يلا ندوج روحنا في الجولة ال21. قبل ما نفكر مع بعض هنعمل ايه في الجولة 21، امان عليك ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب. وقبل ما تفكر هتجيب مين في الجولة الجاية او تبيع مين، لازم تبقى عارف حاجتين اساسية: ان الارسنال عندها دبل جيم ويك في الجولة 23، وان ممكن يبقى فيه فرق بلانك في الجولة ال25. خلي بالك النقطتين دول مهمين جدا، على اساسهم بتبص في تشكيلتك وتعرف مين اللعيب اللي انت هتجيبه هتقدر تستفاد بيه لقدام، واللعيب اللي يقدر يعني ما مش محتاجين قوي بيعه. فاحنا ليه ممكن يبقى فيه بلانك 25؟ اولا في كاس الكاراباو بيتلعب ماتشين، نيوكاسل وساوثهامبتون ومانشستر يونايتد ونوتنجهام فورست، دول هيتلعبوا الاسبوع الجاي. افتراضا ان نيوكاسل كسب واليونايتد كسب، لو الاثنين دول كسبوا يبقى ماتشاتهم في الجوله ال25 هتتاجل. فدي نقط اساسيه جدا لازم نتكلم عليها. تعالوا نخش في المفيد في الجوله ال21. انا بالنسبه لي لازم ابدا بماتش الضحك، ماتش الكوميديا، ماتش اللي كلنا انا شخصيا لاول مره قاعد مستنيه، ماتش ليفربول وتشيلسي. ليفربول في مستوى منيل ب60 نيله، وتشيلسي في مستوى منيل ب60 نيله، فغالبا ده ماتش الضحك. ليفربول لسه متطرقعه 3 من برايتون، اقسم بالله ما حدش بيسمي، اضربك فين مفيش في وشك مكان. واللي بيزيد التين بله ان فان دايك كمان مصاب، بغض النظر ان هو مش فايق اصلا. نلاقي ليفربول من اسوأ لاسوأ حرفيا، لدرجه ان كلوب طلع قال يا جدعان لو عايزين تمشوني مشوني، انا مش همشي، يعني انا قاعد وانا ليفربولاوي وبحبكم. بس بجد ليفربول سيئه جدا. هنلاقي ان نونيز حتى مصاب، صلاح يا عيني بيعافر لوحده وعمال يجرب قدام يمين وشمال، بس هو في الاخر هيعمل ايه صلاح لوحده؟ مش حلو جدا الموسم دوت، بس هيعمل ايه؟ بس الميزه الاساسيه ان انت ممكن لو معاك صلاح وعايز تصبر عليه، ان صلاح بالارقام والاحصائيات حظه حلو على تشيلسي، فعايز تخليه خليه، غير كده ابعد خالص عن ليفربول. نروح لتشيلسي بسرعه. تشيلسي في الماتش الاخير كسبانه كريستال بالاس 1-0 بطلوع الروح، وجابت صفقه جديده مودريك، مش عارف ممكن يلعب ولا ما يلعبش، بس من الواضح ان تشيلسي عشان مزنوقه في اي لعيب بتجيبه تلعبه على طول، زي جواو فيليكس نزل في الدقيقه 58 خد طرد، هيتوقف 3 ماتشات عقبال ما يرجع تكون اعارته خلصت ويمشي. من الاخر تشيلسي رقم 1 دلوقتي اللي تجيبه الوحيد الحارس كيبا ماشي بمستوى كويس، كل الناس قالت كيبا مش تشيلسي دفاعها ضعيف وبتاع، انا قعدوا دكه جاب احلى 10 نقط وغفل الناس كلها. فده ليفربول وتشيلسي. ما تشيلسي ما انصحش تجيب اي حد من قدام. نروح للماتش الثاني واللي عليه كلام كتير برضو، نيوكاسل وكريستال بالاس. السؤال اللي كل الناس بتساله واللي انا شخصيا بساله لنفسي: ابيع الميرون ولا اخليه؟ الميرون بقاله 3 جولات بلانك، ما بيعملش اي حاجه وما بيظهرش في الصوره وما بيطلعش في الكادر اصلا. فاحنا دلوقتي ابيع الميرون ولا ما ابيعش الميرون؟ انا اقول لك حاجه، لو يعني انا نصيحه، انا شايف ان احنا ممكن نصبر عليه، الراجل ده روق علينا كتير قوي. بس الميرون بص على ارقامه في اخر 3 ماتشات، تقريبا 3 محاولات في 3 ماتشات، طبعا ارقام ضعيفه جدا. بس عايزين نقول حاجه برضو احصائيه سريعه عن الميرون عشان كل الناس بتسال عن الشخص ده بالذات. الميرون في اول 8 ماتشات في الدوري جاب جول، من الجوله التاسعه للجوله 16 ما قبل كاس العالم جاب 9 تجوان او 8 تجوان يعني عشان بحقني، و4 اسيستات، ارقام فلكيه. رجعنا اول ماتش من بعد كاس العالم جاب جون لغايه ما تصبحوا على خير دلوقتي. انا شايف باللي انا هنرجع لنقطه ان الناس اللي هتبقى بلانك في الجوله 25 معاك 2 بس من الارسنال او 1 من الارسنال، لازم يبقوا 3 على اساسه تفكر هتبيع الميرون ولا لا. بس انا كنصيحه بقول خليه الجوله دي. نروح للماتش السيتي والولفز. السيتي بعد الكلام ان كان دي بروين ما اتمرنش ليه؟ لعل المنع خير، يا رب يكون بيعمل اي حاجه غير ان هو مصاب، بس ما طلعش كلامه انه مصاب، فيمكن يكون بيريحه وبيقول له افصل شويه. الماتش ده بالورقه والقلم سهل للسيتي. هالاند مريح بقاله فتره. هالاند انا نفسي بقى كويس بقى نتكلم في هالاند بسرعه يا جدعان، نغير الفكر، ما تيجي نغير الواقع، ما تيجي نبطل بقى نمشي جنب الحيط. انا الكلام ده بقوله لاصحابي كتير والله العظيم، انا ما كابتنش هالاند مثلا، كابتنته 4 جولات الموسم ده. ما نخافش من المجتمع، ما تيجوا ما نكابتنش هالاند، نتفق اتفاق كلنا كده. انا والله العظيم خدت جروب صحابي كده قلت لهم بقول لكم يا جدعان ما تيجوا نحلف على المصحف ان احنا كلنا مش هنكابتن هالاند الجوله الجايه ونشوف ايه اللي يحصل. بس فكره عشان ملكيته اللي معديه 80%، فانا اروح اكابتن هالاند عشان انا ناصح. لو اتخزوقنا كلنا، لو هو احنا بنضرب في البورصه يا عم، انا عايز اكسب واتبسط واروق على نفسي.
فانا نفسي اعرف فكر هالاند ده ايه، مستفز جدا والله العظيم. انا لو مكان اللعبه بلوك هالاند 3 جولات. اظهر بقى يا حبيبي وريني انت بتلعب ازاي. ده هالاند. فودن واسمه ايه كانسيلو لعبوا الماتش اللي فات يا عم، جوارديولا رايح البشريه ولعبهم، عملوا ايه؟ فودن نقطه وكانسيلو نقطه. خوازيق. دي بروين عشان الحمد لله انا معايا دي بروين ومكابتنه عشان تعرفوا ان انا قلبي ميت. قال لي يا عم مش هزعلك اسيست اقسم بالله ببلاش. يعني فالسيتي مدافعين انا رايي السكته، وفي ستونز ودياز بيقولوا رجعوا في الدفاع، فانا مش عارف حتى المدافعين تجيب مين. يعني انا بالنسبه لي انا معايا اكانجي يعني فاهم، على امل ان الولفز يا رب يعني ما تجيبش حاجه. قدام هالاند دي بروين مش عارف، حاسس في حزن، في نبره حزن شويه، بس ما علينا. نروح للماتش بقى، يونايتد والارسنال. طب اقول لك على معلومه، انت عارف ان الارسنال خسرت ماتش واحد في الدوري السنه دي؟ عارف مين؟ من اليونايتد. عشان احنا جامدين. فارسنال يا باشا متعه غير عاديه، جيب اي حد من اللي انت عايزه، كل حلقه اطلع اسمع 6-7 اسامي لغايه ما قلتها. بس هي النقطه، في واحد يجي يقول لك مثلا العب اوديجارد ومارتينيلي مع بعض، كان زمان يقول لك ما تجيبش اتنين يا عم في نفس المركز يلعبوا في نفس البتاع، خلي واحد بس. انا شايف اوديجارد اون فاير في ماتش، الماتش اللي بعده مارتينيلي اون فاير، الماتش اللي بعده ساكا اون فاير. فانا شايف لاول مره في الارسنال تقدر تجيب الاثنين عادي. وزي ما قلنا الارسنال هتلعب دبل جيم ويك كمان جولتين، عايز تبتدي تظبط تشكيلتك بناء على الكلام ده من دلوقتي. انا عايز العب بمارتينيلي واوديجارد وبن وايت او رامسديل عامل ماتش خرافي بتاع توتنهام، شلني شلل تام في الشوط الثاني بتاع توتنهام. كين وربنا يا كين ما انت جايب جون، اي حد هيجيب جون الا انت. فانا شايف رامسديل اون فاير جدا، عايز تجيبه قدام اليونايتد انت قلبك ميت. عشان الناحيه الثانيه اليونايتد تين هاج لا بصراحه يعني عالمي، عامل ماتشات وعامل اسلوب لعب خرافي. جبنا في هيجهورست بتاع هولندا مهاجم، مش عارف برضو مدى دوره. انا خايف بس من هو لما يجي يلعب ده مهاجم يبتدي راشفورد مكانه يتغير شويه او حاجه، خايفين بس يدخلوا لعبهم على بعض. فالاساسي راشفورد وليك شو ديخيا، الناس دي كلها عايز تجيبها انتوني. فالماتش ده هيبقى ماتش حلو. انا رايي بصراحه افصل الفانتزي على جنب، والنبي افصل الفانتزي على جنب، ونتفرج على الماتش ده كوره هنتبسط جدا. ونروح لماتش بالنسبه لي ميت، فولهام وتوتنهام. فولهام على فكره فرقه رخمه جدا يعني، وتوتنهام فرقه عندها نجوم كتير قوي بس ما بتهجمش، عايش على امل انا يجي لي ضربه جزاء فكين يدخل يشوطها، انا بتبسط جدا طبعا كين يدخل يشوطها، او على امل هيد من كين. وفولهام فرقه رخمه يا جدعان، لازم نتكلم على فولهام في الحته دي. متروفيتش جاب لنا شلل كلنا. انا اقسم بالله انا فجاه قاعد لقيت متروفيتش دخل شوط ضربه جزاء، قلت احلى 5 نقط 6 نقط مع 2 بونص 3 بونص، انا كده برنس. عشان انا ما رضيتش اجيب مكانه توني اللي كان لسه الماتش اللي قبله جايب جول. بجد والله العظيم اللعبه دي في كل واحد فينا ليه حد قاعد له. تيجي نتكلم في خرافات بقى، كل واحد قاعد له. مش ممكن متروفيتش دخل شوط ضربه الجزاء وجت ولنا بيفرح. قلت بقى وطبعا عمال ارفرش في الموبايل اشوف بقى النقط قوي بتزيد، قلت لك فجاه حكم الرابع رفع البتاع قال لك الجون اتلغى. يعني ايه ضربه جزاء اتشاطت والواد بيروح الجون اتلغى؟ ده ايه ده؟ قال لك لاول مره تقريبا او من النوادر انها تحصل ان متروفيتش دخل يشوط الكوره برجله اليمين، غصب عنه راحت الكوره لمسه رجله الشمال الاول وراح شايطها. فقال لك دي تعتبر ان انت لعبتها على مرتين. انت متخيل الليفل اللي انا فيه؟ انت متخيل حاله النحت؟ يعني لعيب يطرد عادي، ظروف قدر لعيب يطرد، شاطه في العرض عادي نحس ما مش مكتوبه له، بس قال ايه لمست رجله الشمال واتزحلق وراحت داخله جون وما حسبهاش. فلا حاجه تحرق الدم. ففولهام متروفيتش عايز تكمل عليه تكمل معاه، هو اللي كمل علينا يعني. عايز تكمل معاه كمل معاه، عايز تجيب توني براحتك. هو توني برضو شكله راجع من الاصابه مش مفاوق قوي، طلع في الدقيقه حاجه و60 بس مروق على اللي معاهم جاب لهم الجون. فانا رايي انا من الناس اللي هكمل على متروفيتش، انا من الناس اللي غالبا مش هتعمل تغيير الجوله دي بناء على اللي هيحصل الاسبوع الجاي. من الاسبوع الجاي اخيرا المواعيد الى حد ما بتاعه الدوري هتبقى ثابته، هيبتدي يبان منها حاجات كتير قوي. تقول لي يا كابتن اسلام هنكابتن مين؟ اقول لك لا مش هقول لك دلوقتي، تعال نقول التشكيله انا مع بعض ورقه وقلم كده. التشكيله اللي هتخزوقنا كلنا، هتقول فين التشكيله بتاعت الجوله اللي فاتت خزوقتنا؟ هقول لك هقولها لك دلوقتي. يلا يا باشا. بوب حراسه المرمى، بريزيتش توتنهام، اسمع مني بريزيتش توتنهام، اكانجي تريبير. نص الملعب اللي ما فيهوش مناقشه مارتينيلي
والميرون انا مصمم على الميرون، عشان الميرون ده فتره من الفترات كان بصراحه مروق عليا وكان خليني معدي ناس كتير قوي. راشفورد ودي بروين ان شاء الله يكون خير، عمال ابعت له ما بيردش عليا، وان شاء الله يكون دي بروين خير. ودي بروين عندي ثقه فيه. اللي معاه صلاح عايز يستنى عليه في ماتش تشيلسي عشان صلاح جايب له 18 جون في تشيلسي، از يو لايك قصتك. انا صلاح بصراحه عشان انا بحبه فانا مش عايز اكرهه، فانا قررت ان انا هفصل بين صلاح واللعب. هالاند كين متروفيتش الهجوم، هالاند وكين ومتروفيتش. متروفيتش معاك توني، ما تجيبش متروفيتش. ما تعملش التغييره وما تسلبش على توني عشان مش مستاهله. نروح للكابتنه. الكابتنه دي بروين. دي بروين دي بروين. هتقول لي دي بروين ايه يا معلم؟ هقول لك ابوس ايدك، ما انا ممكن اقول لك هالاند يبقى انا عملت زيكم ومشي جنب الحيط. انا عايز ابين ان انا قلت حاجه ان شاء الله تطلع صح. فالكابتن دي بروين. دي الملخص بالنسبه لي في الجوله ال21 ده سريعا جدا. لو انت هتكابتن حد غير هالاند ابوس ايدك في الكومنتات قول لي اسم غير هالاند ممكن تكابتنه، ونشوف كده مع بعضينا انت هتكابتن مين وانا قلت لكم هكابتن مين، ونشوف الجوله اللي جايه دي يا رب تعدي على خير بعد الخزوقه اللي فاتت. سلام.